الكتاب كله لما تيجي تقراه من الجلدة للجلدة، من التكوين للرؤية، بتدور بتشوف المسيح. كل الكتاب موحى به من الله علشان لما أقراه أعمل إيه؟ أكون كامل. دلوقتي إحنا الكتاب المقدس في سنة 2026. أنا لما باجي أقراه بحس إن في حاجات كتيرة قوي هي مش ليا، ما تنفعنيش. يعني أنا مش عارفة أريليت ليها أو مش عارفة أحس إنه ده ممكن ينطبق عليا. فالسؤال هو، هل كل الكتاب المقدس دلوقتي لسه بينطبق علينا؟ سؤال حلو. خلينا نبتدي بآية احنا حافظناها من واحنا صغيرين، تيموثاوس الثانية 3:16. كل الكتاب، لو انتوا حافظين قولوا معايا، كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم، تقويم، توبيخ، تأديب، لكي يكون إنسان الله كاملا. وقبل ما أجاوب على السؤال ده عايز أوضح حتة في الآية دي أكد عليها. الكتاب هدفه مش التقويم والتأديب والتوبيخ، دي الوسائل. هدفه لكي هو ده السبب. وحتى في الانجليش اقوى شويه، بس حتى في العربي واضحه. لكي كل الكتاب موحى به من الله علشان لما اقراه اعمل ايه؟ اكون كامل. هدف الكتاب اللي ربنا اداهولنا في العهد القديم وفي العهد الجديد لكي اكون كامل. وبيستخدم التقويم والتعليم والتأديب والتفسير وكل الحاجات اللي موجوده متاحه علشان اعرف اتعلم اكتر واعرف اتقوم اكتر واعرف اتوبخ اكتر. هدفه ان اكون كامل. فعايز اشجع الناس اللي عايز تقرا الكتاب، ده هدفه. لو انت بتدور على انك تبقى شبهه، اقرا الكتاب. الكتاب معمول عشان كده. كل الكتاب موحى به. نفس الكلام بطرس الثانية الإصحاح الأولاني بيقول نفس الفكرة بالظبط. ليست نبوة من تفسير خاص، بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس. فكل الكتاب ده معناه انه العهد القديم والعهد الجديد. ما اقدرش اخد حتت من العهد القديم وحطها على جنب واقول خلاص ما احنا في 2026 في العهد الجديد، ايه لازمته ان انا لسه الاسفار بتاعت موسى مثلا في التوراة مثلا، سفر اللاويين بالذات او سفر التثنية. ما احنا خلاص في العهد الجديد. عندنا مشكلة في الحتة دي كبيرة قوي. اولا ما ينفعش اعمل كده. ما ينفعش اخد اجزاء من الكتاب المقدس سواء في العهد القديم او حتى في العهد الجديد. حتى في العهد الجديد في اجزاء تعليم بولس مثلا ممكن نقول لا احنا في الكالتشر بتاعتنا او في المجتمع بتاعنا اللي احنا عايشين فيه النهارده مش منطبقة علينا، وبالتالي ملاش لازمة قوي. الكتاب كله موحى به من الله، وبالتالي لو موحى به من الله ما ينفعش انا كانسان اقول اودي لنفسي استباحه انه هركن حاجات على جنب. في حاجات ممكن تكون اقرب لي عمليا اكيد. يعني مثلا لو بنتكلم في اسفار موسى، كل الحاجات اللي ليها علاقه بالاكل، اكل يوم ما اكلش ايه، اللي موجوده في العهد القديم، اللي موجوده في لاويين 11 وتثنيه 14، اكيد ما تنطبقش عليا النهارده. لولا وجود العهد القديم والاجزاء اللي احنا لسه بنتكلم عليها حالا زي موضوع الذبايح في العهد القديم في اسفار موسى او غيره، مش هنعرف قيمه العهد الجديد. لما اجي اقرا روميا او سفر غلاطيا مش هعرف افهم العبرانيين حتى من غير ما انا عندي فكره هو ايه اللي حصل في العهد القديم، لانه ده بيكمل ده، بيحط مقارنه بين الاثنين. ما اقدرش اخد اجزاء واحطها على جنب. في اجزاء اقرب لي عمليا اكيد. حاجه تانية، العهد القديم نفسه مشهود له من المسيح نفسه في العهد الجديد، مش مجرد حتى بولس او بطرس او يوحنا واحد من التلاميذ، لا ده المسيح نفسه. افتحوا معايا الآية دي مثلا في لوقا 24 عدد 44. المسيح نفسه بيتكلم عن العهد القديم. لوقا 24 عدد 44 بصوا بيقول ايه: وقال لهم، المسيح بيتكلم، هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، إنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني. اسمع الثلاث حاجات دول في ناموس موسى، الأنبياء، المزامير. انتوا عارفين العهد القديم احنا بنسميه تناك، كيف بالعبري تناك. خد الحرف بتاع التي وخد الحرف اللي في النص اللي هو الان وخد آخر حرفين اللي هم الكي ايش. دول العهد القديم. التي اللي هو التوراة، احنا حتى في العربي بنقول التوراة اللي هو التوراة، اوكي، TORH. ده أسفار موسى الخمسة: تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية. اللي بعديها بيقول ناموس موسى. الأنبياء، الأن اللي هي في التناك، الأن اللي هي النبيين اللي هم كل الأسفار بتوع الأنبياء. بعدين KH اللي هم آخر حاجة خالص في نفس الكلمة دي بتاعت التناك اللي هو العهد القديم. KH اللي هم الكاتفين اللي هي زي الرايتنجز أو اللي هي زي المزامير. يرجع تاني للمسيح بيقول ايه في لوقا 24 اللي قرناه: ناموس موسى، الأنبياء، المزامير. ده العهد القديم كله. دول 39 سفر بتوع العهد القديم: التوراة، النبيين، والكاتبين. المسيح نفسه بيقول يا جماعة اقروا العهد القديم، بيتكلم عني ازاي انا
اقدر اخد حاجات من العهد القديم واحطها على جنب اقول مش منطبق. مفيش حاجه اعظم من انك تقرا الكتاب المقدس كله، العهد القديم والعهد الجديد، وتحطهم مع بعض على مدار 1600 سنه. الكتاب اتكتب من 40 واحد، انتوا عارفين القصه دي. 31 كاتب كانوا في العهد القديم، 9 كانوا موجودين في العهد الجديد لو اعتبرنا عبرانيين، يعني مين اللي كتبوا. كتب ب3 لغات مختلفه، كتب بالعبري والاراميه في العهد القديم، وكتب باليوناني في العهد الجديد. كتب في 3 قارات مختلفه. الكتاب كله لما تيجي تقراه من الجلده للجلده، من التكوين للرؤيه، بتدور بتشوف المسيح من ساعه ما كان بيتعامل مع الشعب ازاي في الذبايح والرمز للدم لغايه ما المسيح موجود كفرتنا الاعظم. ما اقدرش اخد اجزاء واحطها على جنب واقول ما تنطبقش، حتى لو ما تنطبقش او اقرب لي في 2026، بس بتفهمني باقي الاجزاء اللي تنطبق ليا. ولو هو قال انه الكتاب كله يبقى الكتاب كله، مش من حقي انا كانسان ان اطلع منه اجزاء واقول ما ينفعش اقراها لان احنا في 2026 فمالهوش لازمه.